محتاجين ان احنا ننبه عليه بقى، علشان احنا كلنا كمسلمين لازم يكون فينا تكون فينا الصفه دي. ما شاء الله عليها امبارح، هي كانت حفلتهم امبارح ماشي. فاحنا وزعنا عليهم الاظرف زيكم كده. لقيتها راجعه لي بعد ما خلصنا خالص وبتقولي انا معايا ظرفين، يعني طبعا كان في ظرفين لازقين في بعض، فبترجع لي بقى الظرف الايه الزياده ده. فطبعا ده موقف جميل جدا منها، ربنا يحفظها. واحنا كلنا كمسلمين لازم يبقى عندنا امانه. ممكن في حاجات كتير تحصل ومحدش يشوفها ولا حد يعرفها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يرانا ويسمعنا، صح ولا مش صح؟ فلازم المسلم يكون امين، مش عشان ماما مش شايفاني اعمل حاجه غلط وهي قايله لي عليها ما تعملهاش، هي مش موجوده مش هتعرف ومش هتاخد بالها، بس ربنا ايه يراني ويسمعني في كل ايه احوالي وفي كل وقت وفي كل مكان. فلازم يعني لازم اكون عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى يراني ويسمعني. ما اسمعش بقى كلام الشيطان لما يجي يضحك عليا ويقول لي بقى ايه ده ماما مش هنا يلا اعمل اللي انا عايزاه مش هتشوفني ومش هتعرف. لا، كان ممكن قوي تاخد الظرفين واحنا ما كناش هناخد بالنا، ما كناش هنعرف، صح ولا مش صح؟ عشان العدد ما شاء الله كان كتير وما كناش ايه هناخد بالنا، بس هي عشان ما شاء الله عليها امينه وبتتقي الله عز وجل وما بتاخدش حاجه مش من حقها ومش بتاعتها، فرجعت الظرف تاني. فاحنا كلنا كده محتاجين ان احنا بقى نكررها ونقول لها ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك، واحنا نتعلم الصفه الجميله دي مهما الشيطان ضحك علينا ومهما كان في فرص كتير ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ومحدش هياخد باله ومحدش هيشوفنا ولا هيسمعنا، نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى رقيب علي. يعني ايه رقيب علي؟ يعني يسمعني ويراني، فلازم اعمل كل حاجه ترضي الله عز وجل ولا تغضب الله عز وجل. فهمتوا يا بنات؟ فهمتوا يا شباب؟ ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم جميعا، ويحفظك يا تسنيم ويبارك فيكي ويقر عين ابوكي وامك بيكي يا رب كده، ويجعلك يا رب من حاملات القران العاملات دي يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. جميعا يا رب بناتنا واولادنا كلكم يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم من اهل القران العاملين به يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. يحفظكم يا رب العالمين. فكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم ان شاء الله بعد العيد. مين بيروح يصلي العيد؟ انا ما شاء الله كلكم بتصلوا العيد في المسجد؟ طب